فيلم النهارده بيحكي عن شاب اتعلم جميع أسرار الفنون القتالية علشان يظهر قوته للعالم ويدمر كل أعدائه. وبدون ما أطول عليكم يلا نستمتع. قصتنا بتبدأ في مدرسة الشاولين للفنون القتالية في بداية فصل دراسي جديد، وجميع التلاميذ حضروا الفطار علشان ياكلوا ويجهزوا للتدريبات الشاقة. وبالفعل لما المعلم الأكبر وصل فقال للتلاميذ إنهم هيشيلوا كميات كبيرة من المية على أكتافهم، واللي مش هيقدر يشيل الأوزان فهيطرد من المدرسة. وفي نفس الوقت ده بنشوف طالب جديد اسمه لي، ولي يبقى شاب أبكم وعاجز عن الكلام، ده غير ان هو ما عندوش اي صحاب والكل بيتنمر عليه بدون اي رحمة. ودخل مدرسة الشاولين علشان يتعلم جميع اسرار الفنون القتالية وينتقم لوالده اللي اتقتل غدر. والتدريبات لما بدأت فكل واحد من تلاميذ المدرسة كان لازم يلبس جزمة حديدية في رجله علشان يعرف يثبت على الارض وهو شايل الاوزان. ولكن في اللحظة دي واحد من تلاميذ المدرسة هزق ليه وشتمه بطريقة مهينة وقال له شيل الاوزان كويس يا غبي. فليه معرفش يرد عليه لانه ابكم وعاجز عن الكلام، فساب المتنمر يهينه من غير ما يعمل اي حاجة. ولما بدأ يشيل اوزان المية على كتفه فالوضع كان صعب جدا لدرجة مرعبة، وليه ما قدرش يستحمل نهائيا بسبب ان هو جديد على التدريبات الشاقة دي. وفي نفس الوقت ده ما ينفعش يستسلم علشان ما يطردش من المدرسة والجميع يقول عليه ان هو شخص فاشل. وفجأة لما كان على السلالم فوقع على الارض من غير ما يقصد، واصحابه بدأوا يتنمروا عليه وقالوا له يا فاشل. وفي اللحظة دي ليه معرفش يتصرف وما كانش في حد بيساعده وبيقول له كلمة تشجعه، لحد لما شاف خبيرة الكونج فو يونا. ويونا بتكون تبع مدرسة الشاولين وقالت له انت محتاج تصبر علشان توصل لقمة القوة في الفنون القتالية، ووقتها تشكر نفسك على الصبر ده. وطبعا اول لما ليه سمع كده فقوته اتشحنت من جديد. وفي نفس الوقت ده جميع التلاميذ انتهوا من التدريبات، اما المعلم الاكبر اكتشف ان في تلميذ ما انتهاش من التدريبات اللي عليه، والتلميذ ده يبقى هو ليه. ومن هنا المعلم قال له ان مدرسة الشاولين ليها مستقبل كبير، ولو خلصت جميع التدريبات بتاعتك فهتقدر توصل لبداية مستقبلك، ولو ما عرفتش تنهي التدريبات فهتطرد من المدرسة وهترجع شاب فاشل زي الاول ما عندكش اي مكان تعيش فيه. واول لما ليه سمع الكلام ده فتحول لبركان غضب ممكن يعمل اي حاجة مستحيلة علشان يحقق احلامه، وقدر ان هو يرفع الاوزان الكبيرة بكل سهولة كأنها بخفة الريشة، وقدر ان هو يتحرك بسرعة صاروخية زي سونيك بالظبط، وقدر ان هو ينهي المهمة في ثواني معدودة. وبعد كده لما ليه خلص فاتحرك لوسط الغابة علشان يستمتع بوقته مع تقطيع الخشب، ولكنه شاف شخص اسمه شينج. وشينج يبقى واحد من اقوى معلمين الفنون القتالية في مدرسة الشاولين، وقال لي انا عارف انك في حزن شديد بسبب المعاملة القاسية اللي بتتعرض لها، ولكن مع التدريب وعدم الاستسلام فانا متأكد انك هتبقى واحد من اقوى معلمين الكونج فو في العالم. وبعد كده شينج ودعه واتحرك في طريقه، ولكن لي شافه بيستخدم حركات فنون قتالية غريبة، وفي اللحظة دي قرر ان هو يقلد حركاته في الخفاء من غير ما ياخد باله لان حركاته كانت مميزة جدا. وبالفعل لي بدأ في تعليم الفن القتالي الغريب ده، وقبل ما يوصل لأي مستوى فجأة وبدون سابق انذار شينج ظهر. وشينج كان هيضربه بقسوة لكنه فرح لان لي بقى شجاع وما بيخافش من التجربة والمحاولة. وفي نفس الوقت ده في 2 من حراس المكان اتجهوا لفتحة موجودة بجانب الشلال، ولي كان بيراقبهم من غير ما يحسوا وكان عاوز يعرف ايه السر اللي موجود داخل الشلال، فاتسحب وراهم في سرية تامة واكتشف ان هو سجن وحابسين فيه خبير الكونج فو ليون. ولي ما كانش يعرف هو مسجون ليه. ولما الحراس خرجوا من المكان فلي اتحرك علشان يكتشف سبب وجود ليون، لكنه نسي حقيقة ان هو ابكم وعاجز عن الكلام، فمسك الطعام اللي كان موجود على الارض واعطاه لليون. ومن هنا بنكتشف ان ليون كان جعان جدا، واول لما ليون انتهى من الاكل فشرب المية وبقى في احسن حال لانهم كانوا بيمنعوا عنه الاكل والشرب. ولكن في الاخر ليون قال له المرة الجاية اتأكد ان يكون معاك عصير وكعكة لذيذة. وتاني يوم التلاميذ صحيوا على خبر مفاجئ ان اقوى تلميذ في مدرسة الشاولين قرر يدخل في تحدي الرجال الخشبيين، واللي بينجح في التحدي ده فبيتخرج من مدرسة الشاولين بأعلى التقديرات. فالتلاميذ اتصدموا بعد لما شافوا ان اول
تلميذ في مدرسة الشاولين اتكسر تماما من قوة الرجال الخشبيين. وبعد كده في وقت الغدا فلي كان قاعد مع 2 زمايله علشان ياكلوا، وللأسف لي ما كانش عارف يطلب الأكل لأنه أبكم وما بيعرفش يتكلم. بس فجأة واحد من زمايله حس بيه فأعطاه حصته من الأكل. بعد كده لي اتنقل للسجن علشان يقابل المعلم ليون، وأول ما شاف المعلم ليون فالمعلم ليون بدأ يحكي له عن سبب وجوده في السجن، وقال له إن المشكلة كلها إن كنت بعلم فن قتالي سر مميت اسمه زئير الأسد، والفن ده ممنوع في المدينة كلها، ولو حد اتعلمه بكامل تفاصيله فهيقدر يسيطر على الجميع وياخد السلطة من الناس كلها. وأول ما لي سمع الكلام ده فاستغرب جدا لأنه كان فاكره مجرم. ومن هنا ليون عرض عليه عرض مميز وقال له لو جبت عصير المرة الجاية فهعلمك فن قتالي سري هتقدر تنجح فيه في اختبار الرجال الخشبيين. وبالفعل تاني يوم لي اتحرك علشان يجيب العصير، ولكن العصير بيكون مع المعلم شينج الخبير. فلي اتحرك في الخفاء واستغل ان شينج كان بيجهز خلطة للأكل، فلي قرر يغفله ويسرق العصير منه، ولكنه ما يعرفش هو مين المعلم شينج. والمعلم شينج يبقى معلم ذكاء حاد بدرجة كبيرة وملوش أي حل. والمعلم شينج مسك لي وطحنه وعلمه الأدب، ولكن بعد فترة شينج قلبه بقى طيب وقرر يكافئ لي لأنه بقى ينتهي من جميع تدريباته بقوة شديدة، وأعطاه هدية قيمة جدا. وأول لما لي أخد الهدية فاتجه للمعلم ليون، لكنه لما وصل فاترعب جدا بسبب ان المعلم ليون كان بيرتعش من شدة البرد القارس. فلي معرفش يتصرف ازاي لحد لما قرر يخلع ملابسه علشان يستخدمها للتدفئة. وبالفعل المعلم ليون بدأ يفوق، وفي اللحظة دي عرف ان لي قلبه طيب لانه كان خايف عليه. فليون قرر ينفذ وعده لي وقال له يجهز علشان يتعلم اهم الحركات في الكونج فو. وبالفعل لي اتحرك وبدأ ياخد التعليمات لكل حركة في الكونج فو. وفي بداية التدريبات كانت صعبة عليه، فليون قال له كل ما تتدرب اكتر فهتكون اقوى من الاول. وقال له تاني يوم ابقى اتدرب على كل حركة علمتها لك. وتاني يوم فلي ما كانش هيتدرب على التدريبات اللي المعلم علمها له، ولكنه في لحظة قرر ان هو يبقى وحش في التدريب، وكل ما قوته تخلص فلازم يرجع للتدريب من تاني ويكون اقوى من الاول. ومن هنا لي بدأ يتعلم جميع الحركات اللي ليون عرفه عليها. وفي الاخر حصلت حاجة غريبة جدا، ومعلمة الكونج فو اللي اسمها يونا رمت عليه طوبة، فلي قرر يتابعها. واول لما وقف قدامها فعرف ان يونا تبقى من اكبر معلمين فن الافعى القتالي، ولكن اسلوبها بيكون سري جدا. ومن هنا يونا عرضت تعلمه فن الافعى القتالي بالاسلوب السري، فلي فرح جدا ووافق على عرضها. وبالفعل لما الاتنين وصلوا لساحة القتال فيونا قالت له لازم تكون خفيف زي الريشة واتفرج عليا وتعلم. ومن هنا بنشوف الارضية كلها مليانة زيت، ولكن يونا صدمت لي بخفة حركاتها الاحترافية. وبعد لما خلصت وجه دول لي علشان يقلدها فللأسف لي وقع على وشه زي العبيط، وكل ما يجرب من تاني يفشل لدرجة ان هو اعترف ان هو مستحيل يتعلم الفن القتالي ده. وفي اللحظة دي يونا عرفته ان كل البدايات بتبقى صعبة، بس قالت له اكيد مع المحاولة هتنجح وهيبقى عندك مهارات ملهاش اي مثيل. وبعد كده لما لي انتهى من التدريب فاتحرك علشان يخلص مهماته اليومية، بس فجأة كان هيقع وهو شايل الاوزان، ولكنه عرف يوزن نفسه كأنه ريشة في الهواء. ودي تبقى اشارة واضحة ان لي بدأ يتعلم اساليب الكونج فو السرية. وتاني يوم فلي كان بيتدرب مع يونا على التوازن، وصدمها ان هو بقى محترف بشكل خرافي وسرعة ضرباته بقت زي الصاروخ. ولما يونا شافت كده فعرفت ان هو اتقدم في المستوى وبقى محترف في فن الافعى القتالي. وبعد كده قابل المعلم ليون الخبير، والمعلم ليون بدأ في تدريبه لفن الاسد. وفن الاسد القتالي هو فن قوي جدا، ولو لي اتعلمه فهيقدر يواجه الرجال الخشبيين ويدمرهم بدون اي رحمة. ووقتها يعرف يتخرج من مدرسة الشاولين، ولما يتخرج من مدرسة الشاولين فهيتحرك في رحلته للانتقام لموت والده.
وبالفعل لي اتدرب بكامل قوته، لان الفن ده صعب بطريقه مجنونه لدرجه ان هو لازم يتوازن على حافه الشلال، ولو خاف او اتهز في لحظه فحياته هتنتهي في ثواني معدوده. ولكن مع الوقت لي ما بقاش باقي على الدنيا، واخيرا قدر ان هو يتعلم الفن باحترافيه تامه. وفي اللحظه دي قابل المعلم ليون وحاول يشكره، ولكن بسبب ان هو ابكم وعاجز عن الكلام فمعرفش يشكره. ولكن من حسن الحظ ليون قدر ان هو يفهمه وكلفه بمهمة اخيرة، والمهمة دي هتكون رد الجميل. والمهمة دي كانت عبارة ان هو هيستلم خاتم نادر جدا لرئيس عصابة في المدينة، وده اللي هيحصل لما ينتهي من مواجهة الرجال الخشبيين. وبالفعل الوقت المرعب جه، ولي اتجه لكبار معلمين مدرسة الشاولين ودخل الكهف قدام جميع التلاميذ علشان يثبت قوته، وطلب بدخول الاختبار النهائي. واول لما دخل الغرفة فشاف مجموعة من الرجال الخشبيين كانوا مسلحين، وعلشان ينجح في الاختبار ده فلازم يخلص عليهم، ولو فشل في الاختبار ده مش هيعرف يتخرج. وظن المعلم ليو هيخيب فيه، وفي البداية لي بدأ في دراسة حركات أعدائه بحذر شديد، ومن هنا بتبان قوته وذكائه الحاد. ولكن الذكاء مش كل حاجة، والرجال الخشبيين حشروه زي الحشرة على الأرض وكانوا هيفرموه برجليهم، وما كانش فيه مخرج نهائي. وفي جزء من الثانية فلي قرر ان هو لازم يحقق هدفه وينتهي من الاختبار علشان ينجح في حياته. ورغم كل الصعوبات اللي وقفت في طريقه الا ان هو ما تهزش ولا اظهر اي ضعف، ورجع من تاني زي الاسد وعمل اعصار هجومي بقبضات صاروخية تهز جيش كامل، وخلص بيها على جميع المقاتلين اللي في طريقه. وبكده قدر ان هو يثبت قوته للجميع. ولكنه كان لسه قدامه مغامرة غامضة بعد التخرج من المدرسة، وهيحارب فيها اقوى المقاتلين في العالم علشان ينتقم لموت والده. واول لما لي خرج من الغرفة فقابل المعلم الاكبر، والمعلم قال له اول ما تتحرك في رحلتك لازم تدافع عن الضعيف وتحارب الشر وتحافظ على العدل. ولي اخذ بالنصيحة بتاعته، ولما لي اتجه للمدينة فاتجول في الشوارع زي المتشرد، وفضل يبحث على الشخص اللي هيسلمه الخاتم الغامض اللي اخده من المعلم ليون. وبالصدفة لي شاف واحد اسمه يانج، ويانج عرف ان هو بقى من طرف المعلم ليون فاستقبله براحة بال. وفي اللحظة دي لي سلم الخاتم الغامض من غير ما يعرف ولا يتأكد من يانج، ومن هنا يانج قرر يستخدم الخاتم بطريقته. وبعد كده لي اتحرك ودخل في مقهى صيني علشان ياكل وجبة الغداء، وفجأة شاف مجموعة من البلطجية بيحاولوا يتعدوا على بنت اسمها كونا، والبلطجية هجموا على كونا بشراسة عالية جدا وما كانش في حد قوي يقدر يدافع عنها. لكن في اللحظة دي لي ظهر زي الوحش المدمر وفضل يضرب في البلطجية بدون أي رحمة وعلمهم الأدب، وما كانش في حد قادر يقف قدامه، لكنه من جواه كان عاوز يوقف القتال مع البلطجية لأنهم من عصابة النمر، والعصابة دي مدمرة وما عندهاش أي رحمة. لكنه معرفش يتكلم معاهم لأنه أبكم وما قدرش يتكلم، فاضطر إن هو يكسر عظمهم بدون أي رحمة وخلاهم يجروا زي الكلاب. وأول لما كونا شافت كده فكانت في سعادة شديدة لأنه دافع عنها ضد الأعداء وتعرفت عليه هي وشاب اسمه شين. وفي الوقت ده يانج صاحب المعلم ليون قابل عصابة النمر، والعصابة دي ما كانتش عندها أي رحمة. ومن هنا بنعرف إن المعلم ليون كان رئيسهم في يوم من الأيام. بعد كده بتنتقل بينا الأحداث لمدرسة الشاولين، وجميع الحراس اتجهوا للسجن علشان يتأكدوا من وجود ليون. ولكن الصدمة إن المعلم ليون هرب من السجن وقدر إن هو يكسر جميع الأقفال في ثواني معدودة وطلع يجري زي الصاروخ. ولما كان في طريقه فقرر إن هو يجمع جيش مالوش أي حل علشان ينتقم من رهبان مدرسة الشاولين لأنهم سجنوه وسرقوا فترة شبابه. وبالفعل لما ليون وصل المدينة فرجع للسلطة من تاني وشاف مجموعة من أعدائه حاولوا يوقفوه، فقرر يواجههم زي الأسد. وفي بداية القتال المجموعة دي كانت فاكرة إن هو ضعيف لأنه فضل في السجن لفترة طويلة وما كانش بيتدرب على الفنون القتالية. ولكن المفاجأة إن المعلم ليون رجع أقوى من الأول وبقى وحش عنيد بيكسر أي حد يقف في طريقه. وأعدائه عرفوا إن السجن حوله لمقاتل مدمر عديم الرحمة. أما المعلم ليون فخلص عليهم كلهم واحد ورا واحد. ولما الليل جه فعصابة النمر الفتاكة طلعت على كونا الغلبانة في نص الليل علشان يخطفوها ويهددوا
وهددوا بقتلها، وللأسف بلطجية عصابة النمر اتكتروا عليها بدون أي رحمة، وفي نهاية الأمر قدروا إنهم يسيطروا عليها ويخطفوها. والخبر ده وصل للي وشين، وليه ما كانش يعرف هيعمل إيه لحد لما قرر إن لما الصبح يجي فهيبحثوا عنها في كل مكان في المدينة. ولكن في تاني يوم في رحلة البحث فلي وشين شافوا المعلم ليون واقف لوحده زي الأسد قدام جيش كامل من رهبان مدرسة الشاولين المدمرين. وطبعا رهبان مدرسة الشاولين يبقوا أقوى محترفين كونج فو في العالم، لأنهم بيتدربوا على أشد أنواع التدريبات المميتة. والمعلم ليون عنده فن زئير الأسد القتالي، والفن ده قوي جدا، فهل القدرة هتغلب الشجاعة؟ فرهبان مدرسة الشاولين عملوا إعصار هجومي مميت، ولكن رغم الضغوطات فليون ما تهزش وصدمهم كلهم بسبب قوته الخرافية. وفي اللحظة دي لي كان مشتت وما كانش عارف هو هيحارب مين، لأن ليون بقى صديقه اللي علمه فنون القتال. ومن الناحية التانية رهبان الشاولين كان بيتدرب في المدرسة بتاعتهم، فقرر ان هو يخلي صاحبه شين يتدخل في القتال ويطلب المساعدة من رهبان الشاولين علشان يغفلهم ويخلي ليون يهرب من المكان. وبالفعل خطة لي نجحت، والمعلم ليون عرف يقابله من تاني، وفجأة اكتشف ان اخته اتخطفت، واخت المعلم ليون تبقى كونا اللي ليه دافع عنها ضد عصابة النمر في المقهى. وبالليل لما اجتمعوا في بيت واحد من معارفهم القديم علشان يتعشوا عنده، فالمعلم ليون شك لحظات ان الاكل فيه سم، ده غير ان هو شاف صاحب المكان بيحاول يتسلل في الخفاء، وفجأة اكتشف ان في جاسوس من رهبان الشاولين بيراقبهم. فليون اتحرك بسرعة البرق وانهى على حياته تماما، والجميع اتصدموا لان الشخص اللي مات ده يبقى والد صاحب المكان. ومن هنا صاحب المكان حاول يحارب ليون، فليون خلص عليه بدم بارد، ده غير ان هو اظهر شخصيته الحقيقية، وشخصيته كانت عديمة الرحمة، وقتل العيلة كلها من غير قلب. واول لما ده حصل فشين اعترف ان هو لازم يتسلم للعدالة، وليون اول لما سمع كده فقرر ان هو يخلص عليه. ولكن فجأة تلميذه لي اللي اتعلم على ايده فنون الدفاع عن النفس وقفوا في طريقه ودافع عن صاحبه. واول لما ده حصل فليو سابهم وامرهم بدفن جثث الناس الابرياء اللي ماتوا غدر. وتاني يوم لي وشين دفنوا الجثث لانهم ما عندهمش حل غير كده. ولما رجعوا للمدينة فمن حسن الحظ ليون عرف يتعامل مع عصابة النمر، اما كونا فرجعت بسلام من تاني. ولكن في نفس الثانية شخص اسمه مينج كان بيراقب الوضع في سرية تامة، فشين شافه وقرر ان هو يقف قصاده علشان يعرف سبب مراقبته ليهم. ومينج معرفش يرد عليه بكلمة واحدة، اما شين فتعصب وبدأ يهزق فيه بكل الطرق، وما يعرفش ان مينج يبقى خبير في الفنون القتالية وممكن يخلص على حياته في لحظة واحدة. وبالفعل مينج انفجر من الغضب وقتله بدون رحمة. وفي بداية القتال مينج مسك شين وطحنه وكسره ومسح بيه الارض تماما. واول لما لي شاف صديقه بينضرب فما قدرش يشوفه وما يتدخلش، ومن هنا لي بدأ يدافع عنه وتحول من شخص طيب لمقاتل فتاك عديم الرحمة عنده قوة مدمرة. وفي بداية القتال مينج قدر ان هو يتفوق عليه لانه عنده خبرة كبيرة بالفنون القتالية، ده غير ان لي مرضيش يتعصب عليه وبدأ يدرس جميع حركاته. ومينج اكتشف ان لين اتخرج من مدرسة الشاولين فأوقف القتال في ثواني، وقرر ان هو لازم يرجع من تاني علشان يغدر بيه. وبالليل قبل لما لي ينام فبدأ يرجع له ذكريات من الماضي، ومنها ان صديقه ليون اللي ساعده في السجن هو اللي قتل والده غدر. وتاني يوم فليون كان ماشي في الشارع وقابل في طريقه واحد من سكان المدينة قرر يقف قدامه زي الأسد، فليون هجم عليه لأنه بقى معلم طاغي وظالم لدرجة ان هو ما بقاش عنده قلب. وفي نفس الوقت ده لي قرر يرجع لمدرسة الشاولين من تاني علشان يقابل المعلم الأكبر ويحاول يعرف منه السبب الحقيقي لدخول ليون السجن. وفي اللحظة دي بترجع بينا الأحداث للماضي، وقت لما المعلم ليون كان شاب، وبنعرف ان المعلم ليون كان رئيس عصابة النمر وكان شغال بأعمال التخريب والسرقة في المدينة. ولما رهبان الشاولين مسكوه وسألوه عن ندمه فقال لهم انا مش فارق معايا اي حاجة ولا ندمان على اي حاجة عملتها. فرهبان الشاولين قرروا انهم يسجنوه علشان يحموا سكان المدينة من شره. وبكده لي يكون عرف حقيقة صديقه ليون الشرير فقرر ان هو ينتقم منه. ولكن في اللحظة دي
أدرك إن قوته أقل بكتير من قوة صديقه ليون. ومن هنا واحد من رهبان الشاولين دخل عليهم وقال لهم إن فيه هجوم وأعمال شغب كتير جدا في المدينة، وقال لهم إن ليون هيجمع جيش كامل وهيخلص على مدرسة الشاولين. ولما المعلم الأكبر سمع كده فقرر يخاطر بأهم شيء عنده، وهي المخطوطة السرية، والمخطوطة دي تبقى أقوى وأخطر وأندر فن قتالي بالعالم، والفن ده بيكون اسمه فن القمع. والمعلم الأكبر سلم المخطوطة بنفسه للي. وبالفعل في بداية تعلم المخطوطة السرية اعتمدت على القوة وشراسة المتدرب في إن المقاتل يحرك الصخرة الضخمة دي بدراعه، فلي ما كانش هيستحمل الضرر، ولكنه بقى وحش فتاك يقدر يرفع 100 كيلو على ظهره. وكل ده في البداية. وبعد فترة الراهب اللي كان بيعلمه المخطوطة السرية شاف إن في تطور واضح في مستواه، فقرر يدخل معاه في تحدي علشان يختبر قوته. فالمعلم اتصدم ان لي سيطر عليه في ثواني، وفي اللحظة دي عرف ان لي جاهز للمرحلة النهائية. وتاني يوم جميع رهبان الشاولين اجتمعوا في ساحة المعركة، ولكن فجأة ظهر مينج اللي حارب لي في المقهى. واول لما لي شافه فكان هيحاربه، ولكنه عرف ان مينج يبقى من رهبان الشاولين وكل هدفه ان هو يخلص على المعلم ليون الظالم. وفي اللحظة دي ظهر الشر بنفسه عديم الرحمة ليون. وفي البداية اتفاجئ لانه تلميذه لي غدر بيه وانضم لرهبان الشاولين علشان يحاربه. اما مينج فقرر يدخل الملحمة ضد ليون. وفي الاول فن زئير الاسد التابع لليون ما كانش ليه اي حل، ولكن مينج كان عامل حسابه ودرس جميع حركات فن زئير الاسد، وبدأ ان هو يتفوق درجة بدرجة عليه. ومهما مينج قوته زادت فالمعلم ليون هيفضل عنده قوة خارقة هيخلص بها عليه بسرعة البرق. وجميع رهبان الشاولين اتصدموا جدا من اللي حصل وما كانوش عارفين هيواجهوا الوحش ده ازاي. ومن هنا لي وقف قدام الجميع واتكلم بقى على صوته. ومن هنا بنكتشف ان لي ما كانش ابكم وبيعرف يتكلم زي الناس، لكنه كان بيمثل ان هو غبي وما بيعرفش يتكلم علشان يخدع الجميع، وبالذات ليون اللي قتل والده غدر لما كان طفل صغير. وليه كان طول سنين حياته بيسعى للانتقام، اما دلوقتي فجه الوقت علشان يجهز للدمار الشامل. وبالفعل القتال ما بينهم بدأ. وفي بداية القتال ليه كان حابس بركان غضب جواه وقدر ان هو ينفجر بطريقة مجنونة فاجأت الكل. ومن هنا ليون شك في قدراته لحد لما قرر يظهر فن زئير الاسد بكامل قوته. واول لما استخدم الفن بتاعه فكان متعادل قدام ليه للحظات بسيطة، لانه اكتشف ان ليه طلع متعلم فن زئير الاسد في سرية تامة. ومن هنا ليون عرف ان هو اتغفل وممكن يموت في اي وقت، فامر 2 من عصابة النمر تتدخل علشان تساعده. واول لما هجموا على ليه فليه عرف ان هم ضعفاء جدا وما لهمش لازمة. ومقاتلين عصابة النمر كانوا فاكرين ان القطرة تغلب الشجاعة، ولكن حصل العكس، لان ليه مسح بيهم الارض قدام زعيمهم وخلاهم يجروا زي الكلاب. وفي اللحظة دي فليون عرف ان مفيش اي مخرج غير القتال لحد اخر نفس، فقرر ان هو يحارب ليه بدون اي خوف زي الجند المقاتل امام العدو. والاتنين نزلوا طحن في بعض، وليون يرد على خصمه بسبب قوته الجبارة. ده غير ان ليه استخدم المخطوطة السرية وكسر ليون تماما وخلاه يقع على الارض زي الحشرة. ومن هنا ليون اترجى ليه بكل الطرق علشان ما يخلصش على حياته. وطبعا ليه كان بيسعى للانتقام طول حياته وكان هيخلص عليه، ولكنه عرف ان المسامح كريم وقرر ان هو يسامح ليون الشرير. وفي اللحظة دي ليون اتحرك علشان يشكره، بس فجأة حاول يغدر بيه ويقتله، ولكن ليه كان عارف ان ديل الكلب عمره ما هيتعدل وخلص على حياة الخاين ليون بقبضة صاروخية زي البرق. وبكده ليه انتقم لمدرسة الشاولين وجميع سكان المدينة من شر العدو. وفي النهاية قدر ان هو يرجع حق والده اللي اتقتل غدر. ومن هنا بيخلص فيلمنا. انا مينا اسحاق. فلو عجبك الفيلم ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الملاحظات النارية. وما تنساش تعمل متابعة على صفحة الفيسبوك علشان تقول لنا على الافلام اللي تحب نلخصها لك. اشوفك الفيلم الجاي يا صديقي. يلا سلام.